الشيوخ دايما بتكلمنا عن العقاب، جهنم والحساب، والواحد بقى يتمنى لو ما كانش اتخلق من كتر الخوف. أرجوك كلمنا عن رحمة ربنا لينا ولطفه في أقدارنا، وعن عن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مش كل الشيوخ، في بعض الشيوخ طبعهم كده إن هم لما يتكلموا يخوفوا الناس، وبعض الشيوخ طبعهم يكلموا الناس عن رحمة ربنا. فمش كل الشيوخ. وأجمل حاجة مشايخنا وعلمائنا اللي بيوزنوا ما بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، دول الأنبياء ربنا بيوصفهم كده، ويدعوننا رغبا، يعني عندهم رجاء في رحمتي، ورهبا وخوفا. يبقى زي جناحين الطائر كده، بتطير بالخوف والرجاء، ورأس الطائر ده المحبة. ومن هنا أجمل حاجة أنك أنت تبقى متزن ما بين الخوف والرجاء. ولو هتغلب حاجة تغلب رجائك، لأن النبي وصانا بكده عليه الصلاة والسلام. يوم ما دخل على واحد بيموت قال له كده كما في صحيح مسلم، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. اوعى تموت إلا وانت مطمن. شوف النبي يقول له كده. وعايز أفكرك بحديث انت عارفه، ملخص للفهم اللي النبي حب يقوله لنا عن رحمة ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أنزل منها جزءا إلى الأرض يتراحم به الخلائق، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. تاني، الرحمة اللي ربنا بيعاملنا بيها 100 جزء، نزل منها جزء للأرض. كل المليارات عبر العصور دي كلها بيقتسموا حتة من رحمة ربنا، إحنا والدواب والحيوانات. حتى ان لما يجي الحصان يرضع من امه توسع رجلها كده عشان ما تدوسش عليه وهو بيرضع من ضرعها من تحتها كده. فاذا كان يوم القيامه ضم الله تلك الرحمه الى 99 ثم نشرها على الخلق. فشايف اللي انت شايفه ده في الدنيا دي، اهو دي رحمه من ال99. ال100 هيعاملك بيهم. عشان كده ما تستغربش ان ربنا لما تكلم في القرآن قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإحنا ما عندناش مشركين في الأمة أم التوحيد. وأغلب الناس حتى اللي بتعمل بعض التصرفات اللي فيها شيء من الجهل في التصرف هو أصلا مش متعلم، عشان كده يعذر بجهله. لكن واحد متعلم التوحيد ومتدارس يعمل فعل شركي ما نعرفوش ده في أمة سيدنا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي اطمئنوا لربكم سبحانه وتعالى. بس ده الاطمئنان ده ما يخليكش تبقى جريء وتفوت أركان دينك، فنقول لك ما بتصليش ربنا غفور رحيم. لا، ده كده اسمه اغترار، ويستحق أن يقال لك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. انت عشان ربنا كريم سيب العبادات والأركان وتأذي خلق الله؟ لا، إنما إذا أحسننا الظن أحسننا العمل.